مرحبا بكم في قناة عالم أم البنات. وصفتنا لنا اليوم عبارة عن طرط بالفواكه المنعش والأكثر من رائع بمقادير بسيطة وسهلة كالعادة. بالنسبة للمقادير نحتاج 250 غرام فرينة، 2 صفار بيض، 125 زبدة طرية، 2 معالق أكل سكر، فانيليا وقرصة ملح. بالنسبة لطريقة التحضير كما عودتكم طريقة سهلة. غادي نديروا المكونات الجافة مع بعض نخلطوهم خلط خفيف ونضيفوا عليهم الزبدة تكون بحرارة الغرفة بهذا الشكل، وغادي نخدموها غير بالاصابع حتى ندخلوا كاع هذاك الزبدة ندخلوها في الفرينة مليح تولي مرملة بها. غادي نخدموها حوالي 5 دقائق حتى ندخلوا كاع الفرينة. الان نضيف صفار البيض ونلم العجينه هنايا ما غاديش نعجنوها، غادي نلموها هنايا في هذه المرحله حسب نوعيه الفرينه. كاين فرينه اللي تتشرب وكاين اللي لا، وكاين على حساب ايضا حجم صفار البيض. انايا في هذه العجينه تاعي ما تلمتليش، زدت لها ملعقه او 2 بالاكثر ماء بارد لقد ما لميت بها العجينه. والان غادي نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها في الثلاجه ترتاح حوالي 30 دقيقه. الان نمر لتحضير لا كريم باتيسيير. لتحضير هذه الكريمه نحتاج نصف لتر حليب، 2 حبات بيض، 40 غرام مايزينا، 100 غرام سكر، فانيليا و50 غرام زبده. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ندفوا الحليب، نزيد نصف كميه الفانيليا في الحليب نعطروه ونديروه فوق النار هادئه باش يطفى. هنايا المقطع راح لي تاع من خلط السكر مع البيض مع المايزينا، وهنايا راني نضيف في الحليب دافي ونحركو بدون توقف كيما هكا باش ما يديرناش داك البيض تكتلات مع الحليب ما يكون شويه ساخن. نحركو هكذا بسرعه ونعاودو نرجعوه في الاناء ونردوه فوق النار بهذه الطريقه. ومره نخلطو، ما نحبسوش من التحريك، مره على مره نحركو باش ما يديرناش تكتلات. نعرفوا المايزينا غادي تتقل وتعطينا هي اللي تعطينا هذيك الكثافه، دونك نقعدوا نخلطوا مره على مره حتى نتحصلوا على هذا القوام. في هذه المرحله غادي نضيف الزبده ونحرك جيدا حتى تذوب الزبده في الكريمه بهذا الشكل. الان كريمه بعد ما بردت لنا شويه نديروها في اناء ونغلفوها بكيس بلاستيكي غذائي كيما هكا ونديروها في الثلاجه تبرد. الان نعاودو نولو للعجينه تاعنا، غادي نحلوها، ومن الافضل نستعملوا كيس بلاستيكي او ورق الزبده باش يساعدنا. هنا نجيب المول تاعي وغادي نحاولوا نوضعوا العجينه غير بالعقل.
ونسقموا الحواف بالأصابع بهذه الطريقة. بعد ما غادي نسقم لاباط مليح في المول، غادي نعاود ندخلها للمجمد بحكم حرارة المطبخ والجو في هذا الوقت. غادي نعاود ندخلها المجمد 20 دقيقة، وندخلها الفرن. نكون مسخنه الفرن على 180 درجة، وندخلها طيب، نديروها في الوسط ونخلوها حتى نتحصلوا على هذا اللون الذهبي. هنايا تجي محافظه على الشكل تاعها، من ندخلوها في المجمد غادي تحافظ على الشكل تاعها بعد ما تنضج. والان تجي عمليه التزيين. غادي نعمروا الطرطه تاعنا بالكريم باتيسير، ونزينوها بالفواكه بهذا الشكل. التزيين يبقى اختياري، والفاكهة ايضا على حسب الموسم ايضا. وبعد ما غادي نكملوا التزيين نعاودوا نرجعوها للثلاجة. نعرفوا هذه الانواع من الحلويات يؤكل بارد، نقدموها مع عصير منعش خاصة في هذا الجو. وهذا هو الشكل، تورته بالفواكه. نتمنى تكون نالت اعجابكم. اللي يشوف القناة اول مرة ما ينساش يفعل جرس الاشتراك ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.